على الرغم من هزيمة الأهلي من ريال مدريد بنتيجة 4-1، بس الواحد مش حزين ليه بقى؟ عشان أنا عشت وشفت فريق المحلي بيلعب فريق العالمي، وفي ماتش رسمي، لا وكمان في بطولة عالمية. فتخيل بقى انت معايا كده، أحزن ليه؟ كده كلنا كنا عارفين ان ريال مدريد هو المرشح للفوز بالمباراة بنسبة 99%. ليه بقى كلنا كنا متأكدين ان الريال هو المرشح للفوز بهذه المباراة؟ ولكن قبل ما نبدأ، معكم محمد وليد في برنامج الركن الكروي والحديث عن مباراة الأهلي ضد ريال مدريد. فيلا بينا نبدأ. ليه ريال مدريد هو المرشح الأول للفوز بهذه المباراة؟ علشان الفوارق الكبيرة الموجودة بين الفريقين. فمثلا الحصص التدريبية اللي بياخدها كل فريق مختلفة. فمثلا ريال مدريد الحصص التدريبية بتاعته عالية وعلى أعلى مستوى، وفيها كمان تقنيات حديثة وتكنولوجيا أحدث من التقنيات التي يستخدمها الأهلي. وجودة اللعيبة هنا وهناك، زي ما كلنا شفنا الفوارق الفنية والمهارية بين لعيبة ريال مدريد ولعيبة نادي الأهلي، في ازاي هما من أنصاف الفرص بيقدروا يستغلوها ويسجلوا أهداف منها. زي ما كلنا شفنا فينيسيوس جونيور قدر ان هو يسجل الهدف عن طريق الخطأ المشترك ما بين محمود متولي وأليو ديانج، وسجل الهدف الأول لريال مدريد، على عكس النادي الأهلي اللي جاتله أكتر من فرصة وما قدرش يستغلها. زي الفرصتين بتوع محمد شريف مثلا، زي الفرصة الأولى بتاعت محمد شريف اللي اتلعبت من محمد هاني وراحت له وما قدرش انه يتحكم في الكرة وطلعت منه بشكل غريب جدا لحد ما راحت للحارس وقدر انه يمسكها. والفرصة التانية برضو اتلعبت برضو من محمد هاني لمحمد شريف، ولكن عن طريق كرة عرضية وما قدرش محمد شريف انه يسجلها بدماغه. فده بيدل على ان مفيش اصلا مهاجم يقدر يلعب بدماغه في النادي الاهلي ولا في مصر غير مصطفى محمد واحمد حسن كوكا، اللي كلهم محترفين اصلا. والكوره بتاعت قفشه اللي اتلعبت له بالعرض هو واقف في السكس يارده اللي شالها من تحت لفوق فطلعت بره ال3 خشبات. فكان ممكن لو الهدف ده كان جه كان ممكن يقلب مجريات المباراه تماما. بس للاسف الاهلي ما قدرش ان هو يستغل الفرص اللي جات له. وانت في الماتشات الكبيره اللي زي دي لو انت ما قدرتش تستغل الفرص اللي بيجيلك هتتقلب عليك النتيجة، لا وكمان هيخش فيك هدف واثنين وثلاثة زي ما كلنا شفنا دلوقتي. لا ومش بس كده، لا ده الأهلي بان عليه الإرهاق وتعب بدنيا في آخر ربع ساعة من الماتش زي ما كلنا شفنا، وبدأ الريال هو اللي يضغط ويبقى هو الأخطر لحد ما سجل الهدف الثاني والثالث في الدقيقة 92 وفي الدقيقة 97 من المباراة. غير كمان ان كولر عمل شوية غلطات سواء كانت في التشكيلة او في التبديلات. كان المفروض اصلا انه يبدأ بحمدي فتحي في نص الملعب، والغريب في كده ان هو اصلا لعب قدام اوكلاند سيتي وقدام سياتل الامريكي ب3 في نص الملعب، فجه قدام ريال مدريد يلعب ب2 في نص الملعب. والغريب كمان ان هو راح شدد حسين الشحات من الملعب، وهو الوحيد اللي كان عامل خطورة اصلا على ريال مدريد وكان فايق وكان حاطط كامافينجا في جيبه عادي مش همه اي حد. ولكن في النهاية الأهلي عمل ماتش حلو قدام ريال مدريد، ولكن الأخطاء الفردية هي سبب من أسباب الخسارة. وإن شاء الله الأهلي يقدر إنه يجهز نفسه عشان ماتش فلامينجو البرازيلي ويكسب، وإن شاء الله يحصل على المركز الثالث على التوالي في كأس العالم للأندية. ومش عشان ما وصلناش للنهائي نبقى نفرط في المركز الثالث كده بسهولة، لا برضو المركز الثالث على الأقل رحت وخدت ميدالية احسن من انت رجعت وما خدتش حاجه خالص. غير ان فلامينجو البرازيلي كان مريح اكتر من النادي الاهلي، ولكن ان شاء الله الاهلي قادر ان هو يكسب المباراه ويحصل على المركز الثالث ويشرف مصر ان شاء الله والكره المصريه. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. اشوفكم في حلقه جديده تانية. سلام.